اليوم البرشلوني بيتعثر. يا سلام. والصدارة بتظل عندنا، الصدارة بتظل مدريدية يا ولدي. السلام عليكم، كيفكم كباتن؟ ورجعنا بفيديو جديد وردة فعل جديدة. اليوم عندنا مباراة برشلونة وريال سوسيداد في ثاني قمة من قمم الدوري الإسباني لهذه الجولة، لأن القمة الأولى كانت ديربي مدريد، الريال وأتلتيكو، والفضيحة التاريخية اللي تلقاها ريال مدريد على يد الجار في ديربي مدريد. واليوم راح نشوف قمة أخرى بين برشلونة وريال سوسيداد في ملعب المونتجويك بعد آخر مباراتين كانت بيوهاني كرويف. اليوم بنرجع للمونتجويك، ريال سوسيداد اللي قدم مباراة كبيرة وعذب ريال مدريد، إلا إنه ريال مدريد قدر ينتصر عليه هدفين مقابل هدف. اللهم مدريد كان مطرود من عندهم لاعب. فخلينا نشوف برشلونة وريال سوسيداد اليوم برشلونة إذا كان بده يتصدر لازم يفوز. ابشر بعزك ابشر بعزك. ومدريد بكل انظاره على هاي المباراة عشان يتعثر برشلونة، كان بالتعادل كان بالخسارة عشان يظل في الصدارة بعد الخسارة الأخيرة من أتلتيكو. خلينا نشوف المباراة. انزل تحت، اشترك بالقناة لتنضم لعدد كباتن العظماء، فعل زر الجرس عشان يصلك شعار كل فيديو جديد، واضغط زر اللايك خلي هذا الفيديو ينتشر لأكبر عدد من المشاهدين. وتعال معنا على مباراة تعثر برشلونة. الضربة الحرة للريال سوسيداد، ملعوبة الباسكي له كلمة اليوم يا الغريم الباسكي. والله قريبة يا سوسيداد، الباسكي غير يا بارسا. الركنية برشلونية، هي راشفورد مو مصلي على النبي. مالك يا راشفورد؟ ولك من انت كنت دكي، من انت كنت طبرجي بمانشستر يونايتد، كنت طبرجي ولا ايه؟ يخرب بيت التسديده، والله تألق فيها حارس ريال سوسيداد. البارسا اروخو تسديده من وين؟ ذاق طعم الهدف راشفورد، شو اسمه هذا، اروخو. ذاق طعم الهدف اروخو في المباراه الماضيه، بده يسجل. حصان قلت مروان سري، حصان. البارسا حلوه، ليفا سحب الحارس. لا يا اخوان الباص وليفا فيها تسلل، لكن الباص وليفا يا اخي مهاجم. شوف الباصون اوه، وين التسلل يابا؟ والله لا فيها تسلل ولا فيها بطيخ اصفر. شوف كيف سحب الحارس. شوف الحطه وشعره كان دخلت الجول. يا اخوان ليفاندوسكي من افضل 10 خلال الالفيه، من بدايه الالفيه لحد الان من افضل 10 رؤوس حربه ليفاندوسكي، ومن 2010 لحد الان من افضل 5، وياخذ المركز الثالث بالراحه اذا مش الاول كمان. الباسكي وقدوز العرضيه، الله يخزيك على هيك كنترول. يلا ما زالت الباسكي. اودريازولا لاعب ريال مدريد السابق. الله ايوه الباسك، اقليم الباسك كله يحتفل. انا اليوم ليش لابس الارجنتين؟ عشان ده لابس الارجنتين اليوم، عشان ده اقليم الباسك يا ساده. شوف والله من بعد الكنترول، اللاعب اللي اساء الكنترول هون، شوف اللاعب هذا بعد ما اساء في الكنترول زي هيك خبصها، قلت خلص راحت الهجمه. سحب كوندي، شوف كوندي راح جيب المقاضي ما فيها تسلل. جول. ليش الكابتن اليوم لابس مخطط ازرق وابيض؟ عشان الباسك الصداره اليوم مدريد يا الباسكي. يا زلمه اقليم الباسك والله من يومهم زلم من اقليم الباسك، زلم من يومهم. الله على الصداره ما زالت في مدريد يا ساده. ورافينيا مش هون، والشله كلها مش هون، واللي سجل لاعب ريال مدريد السابق اودريازولا، لاعب كبير جدا هذا اودريازولا، كبير يعني قد ما تقول كبير. برشلونيه حلوه الباص، كوندي اوه كان جاب حاله جول. الساقط اللي مشم ابو ريحه كان جاب حاله جول، بس والله كفو يا حارس، كملها بيدري وصدها الحارس. يخرب بيت روميرو، والله من زمان روميرو قوي.
روميرو قوي دائما، كان يعذب امنا في مباراه ريال مدريد. شوف كيف شالها مره ثانيه، الدفاع شالها، يا الله. شوف كان جاب حاله جول، شوف كان جاب حاله جول. الدابه ابو ريحه كان جاب حاله جول، والله تألق عليه. والمره الثانيه شالها الدفاع. والله وحش روميرو، وحش روميرو، وحش روميرو. هي العرضيه الركنيه يا اخي. كوندي قبل شوي لاعب الباسك، هذا لاعب ريال سوسداد، شق روح رقد. لعب يومين بالجيم، كيف حاله؟ روح يخرب بيت ام الحظ يا شيخ. قبل شوي ودهم ركله الجزاء من الفاود، شوي ودهم ركله الجزاء ما زبطت معهم، اجت من الركنيه. يخرب بيتهم قديش هدف صاروا مسجلين من الركنيه برشلونه هذا الموسم. سجلوا يعني كم من الاهداف، يعني وصل 4 5 6 اهداف اكثر يمكن من الركنيات. مع انه اخر السنوات برشلونه، اخر 5 6 سنين برشلونه كان من اسوأ الفرق يعني الكبيره اللي بتسجل من الكرات الثابته ومن الركنيات. كانوا سيئين جدا. شوف هذا الموسم مسجلين لك شي 5 6 اهداف يمكن اكثر. والله صاروا مسجلين يعني عدد مش عاطل من الركنيات او من الكرات الثابته بشكل عام. يخرب بيتك يا كوندي. شوف العيل هذا كيف حاله. برشلونيه يامال هسه فتت، سيبنا منك يا مان. هسه دخلت. لا يا اخي هسه فات. وين راحت البلطه؟ ده اضربه هسه في الكندره. ايه هسه فات يا زلمه، هسه فات على السريع. دقيقه. ايه شو المسخره هاي؟ بتحس اللعب جلتشات، والله بتحس جلتشات يا اخي. هسه فات لامين يامال، هسه فات، ما صار له دقيقه. ايه شو هذا يا اخي؟ قسما بالله بكونوا ماشيين صح بشلفوا. يا زلمه مو هيك. وهذا الثاني كمان يا زلمه انا داري. يا نيكول هاي حبيبته يا عمي، خذ حبيبك عنك فيني من شره يا عمي. سوي حلو عن اهلنا يا عمي. شوف العرضيه. وليفاندوسكي خبطت في العرض وخشت بركات الحجه، بركات الصلعه، بركات سلوت دخلت. بالبركات سلوت دخلت. هسه دخل هذا مش خابره الحبيب والحبيب المتيمي وعشق تاك ومش عارف ايش ودنيا. مش خابره عشقان والهان والزلمه يعني اموره مش ولا بد. شو اللي رجعه على الملاعب؟ شو اللي رجع اهله على الملاعب؟ يا عم اتصلون على الارجنتينيه هاي نيكول حبيبته. خذي يا ام حبيبك عنا، فكي عنا. ايه حلوه يا اخي. الكنترول عنده بيض الكنترول. خراي على وجهك. تسلل كمان، تسلل من يومك ساقط يا اوريزابال، من يومك. شوف هون، شوف الباص متسلل، والله متسلل. تأخر فيها، لا اللعب الباص تأخر فيها للعب الباص. وكنتروله سيء زي وجهه. خراي على وجهك ساقط. برشلونية الحارس صار يسبح. انا اعيش داخل الماء. راشفورد يخرب بيته. والله بيحاول الزلمه، والله راشفورد بيحاول بس وحش حارس. صار يسبح السباحه تحت الماء. حلوه السوسيداد. حلوه كوبو بالعارضه يا الله. تسلل شكله. يا بالعارضه يا ربي. شوف الهربة. يا متعلل مو متسلل. اجيب لك ارجيله تفاحتين يابا. شوف التسديد هون، بوم بالعارضه يا الله. بالقائم يا جدعان. هذا كوبو لو انه ضد ريال مدريد كان جابها من نص الملعب جول. وانتهت مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني. برشلونة ينتصر على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف بعد ما تأخر بالشوط الأول بهدف. رجع سجل هدف تقليص الفارق أو هدف التعادل عن طريق كوندي قبل نهاية الشوط الأول. والشوط الثاني لامين يامال بعد ما دخل بدقيقة عرض لليفاندوسكي، وليفاندوسكي سجل الهدف الثاني. وبالتالي برشلونة ينتصر على سوسيداد. يعني برشلونة متصدر الليغا الآن بفارق نقطة عن ريال مدريد اللي كان ماخذ الصدارة مسكها من الجولة الثانية أو الثالثة. لعب برشلونة ضد ريال فاليكانو، ضال معطها، اليوم يفقدها بعد ما فاز برشلونة على ريال سوسيداد 2-1. نفس النتيجة اللي فاز ريال مدريد على ريال سوسيداد برضه 2-1. اللهم ريال مدريد كان يلعب ب10 لاعبين، لكن ما بنقدر نقول غير ألف مبارك لبرشلونة. جمهور برشلونة الكوليز مبارك الصدارة.
لكن ان شاء الله بالكلاسيكو بنرجع نرجع ناخذها. إلنا موعد على الكلاسيكو، مباراة الديربي ما هي إلا خلينا نقول عثرة، والبطل ما بيكبر إلا داخل البطولة. بس هذا اللي بقدر أحكيه. الصدارة تؤخذ، أو شو كانت يحكيها مدرب الأردن، تؤخذ ولا تسترد، ما تسترد ولا تؤخذ تعطى، ولا مش عارف شيء الكلمة، لكن أنتم فاهمين المعنى إنه الصدارة رح ناخذها خاوة بالكلاسيكو. الكلاسيكو جاي، خلينا نشوف. السلام عليكم.